كشفت القنوات الرياضية السعودية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يقترب بقوة من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي. محمد صلاح الذي تبقى له عامان في عقده مع الريدز، حيث وقع على عقد 3 سنوات الصيف الماضي. حيث كشف مذيع برنامج الديوانية المذاع للقنوات الرياضية السعودية اليوم السبت عن حسم انضمام المحترف المصري لاعب ليفربول محمد صلاح لنادي الاتحاد. وقال المذيع أن مصادر الديوانية تؤكد أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل، بعدها سيتوجه لدبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه لنادي الاتحاد. وأضاف: صفقة كبيرة ومنتظرة لنادي الاتحاد لتقوية صفوفه، وتكون مشاركة فعالة في كأس العالم للأندية. كان الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين رودي جاليتي قد ذكر عبر حسابه على منصة إكس أن محمد صلاح أبلغ مسؤولي ليفربول رغبته في الانضمام إلى الاتحاد لبدء تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف جاليتي: القرار النهائي متروك لإدارة ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب، والتي تحصلت على عرض كبير جدا بمبلغ أكثر من 100 مليون يورو للنادي الإنجليزي. حددت إدارة نادي الاتحاد السعودي يوم الاثنين 28 من أغسطس المقبل موعدا نهائيا للحصول على الرد النهائي من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي حول احتمال انتقال اللاعب المصري إلى الاتحاد. وسيضغط نادي الاتحاد السعودي حتى النهاية لإقناع إدارة ليفربول وخاصة يورجن كلوب. يسعى نادي الاتحاد السعودي وفقا لعدة تقارير سابقة للحصول على خدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيف الحالي من خلال تقديمه عرضا مغريا بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز. وسيحصل الدولي المصري على راتب يفوق 200 مليون يورو سنويا، يجعله اللاعب الأعلى أجرا متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي. ورفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رحيل محمد صلاح عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد أن النجم المصري ليس للبيع وأنه لن يسمح برحيله مهما كان المقابل المالي. يدخل نادي ليفربول مباراة الغد أمام نيوكاسل وهو في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، أما فريق نيوكاسل فيخوضها وهو في المركز الثامن برصيد 3 نقاط. تعاقد نادي الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية مع 4 لاعبين هم الفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيما، والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو.